بدأت قصتي وأنا في سنة رابعة جامعة. كنت بحب واحدة زميلتي اسمها غادة، وهي كمان كانت بتحبني أوي. الحياة كانت مليانة بالسعادة والفرحة. خلاص هتخرج وهتجوز اللي بحبها وهشتغل، وكل حاجة ماشية زي ما أنا مخطط لها بالظبط، لحد ما كل ده اتغير وحياتي اتحولت لكابوس. بدأت حكايتي وأنا نازل من شقتي في يوم من رايح الجامعة. كنت راكب الأسانسير عطل بيا، كنت خايف مرعوب جدا. فكرة إن الأسانسير هيقع بيا كانت مسيطرة على دماغي، لكن ما عداش وقت طويل والكهرباء جت على طول. ساعتها شفت في المراية بتاع الأسانسير بنت جميلة جدا. انت مين؟ انت حقيقية ولا اللي بيتهيألي؟ ما ردتش عليا، بصت لي وابتسمت ابتسامة جميلة واختفت. نزلت في اليوم ده ورحت الجامعة وما حكيتش مع أي حد. أنا مش عارف اللي أنا شفته ده حقيقي ولا بيتهيألي، وحاولت أقنع نفسي بكده، اللي هو من الإرهاق واللي أنا ما نمتش بس بيتهيألي. في اليوم ده خلصت محاضرات وخرجت مع غادة. كنت فرحان ومبسوط جدا، وهي كمان كانت فرحانة ومبسوطة. أول ما روحت شقتي الانبساط ده اختفى. البنت اللي شفتها في الأسانسير ظهرت لي تاني، بس ما كانتش مبسوطة. ملامحها كانت كلها رعب وخوف. طلعت لي وهي غضبانة وقالت لي لازم تبعد عن غادة، لو ما بعدتش عنها انا هموتها. مش هي بس، ده هي وكل عيلتك وكل اللي بتحبهم. انت مين؟ ما لحقتش اكلمها، اختفت. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش عارف، انا مش هينفع ابعد عن غادة. هقول لها ايه؟ تاني يوم قابلت غادة وما حكيتش معاها في اي حاجة. واليوم خلص وانا مروح في الطريق جالي تليفون من غادة. الو؟ شخص غريب بيرد عليا. ايوه، صاحبة التليفون ده عملت حادثة في المستشفى. الخبر نزل عليا زي الصدمة. جريت على المستشفى بسرعة، قابلني الدكتور بأسوأ خبر سمعته في حياتي. غادة ماتت. ازاي؟ مش مقتنع، بس ساعتها جه في دماغي كلام البنت اللي ظهرت لي. هموت غادة وعيلتك. جريت على بيت عيلتي بسرعة، وانا في الشارع شفت شقة عيلتي وهي فيها حريقة وبتولع. بس قلبي اطمن لما لقيت ابويا وامي واخواتي في الشارع خرجوا من البيت قبل الحريقة. ايه اللي بيحصل ده؟ مش قادر استوعب. رحت على بيت واحد من صحابي عشان ارتاح واخد دش واحاول استوعب اللي بيحصل حواليا. وانا في الحمام وبغسل وشي ظهرت لي تاني. بص بقى، انت مين وعاوزه مني ايه؟ انت اللي موتت غادة، ليه عملت كده؟ انا بحبك. بتحبيني ايه؟ انت انسيه ولا جنيه اصلا؟ انت بتاعي ومش هتبقى لحد غيري. ازاي؟ انت لو ما حبتنيش انا هقتل كل عيلتك وكل اللي بتحبهم. قصتي خلصت لما بقيت خادم عندها بعد ما اتجوزتها بالخوف، خوفي على نفسي وخوفي على الاهل كمان. بس اقول لكم على حاجه، انا مبسوط جدا بالعيشه معاها.